الصلاة والسلام على رسول الله. أشكر قنوات أو قناة بالأحرى الأنيس، وكذلك جريدة القائد وجريدة الحوار على الاستضافة. فتعززت جامعة محمد بودية في هذه السنة باختصاصات جديدة، وكما تعلمون الاختصاصات هي على أنواع. فالخاصة بالساكنة أولا، وهي ملحقة الطب لجامعة المسيلة، والتي تشرف عليها كلية الطب لجامعة ستيف واحد. فالعدد الإجمالي المرسل لهذه الملحقة هو 218. وكذلك بالنسبة للساكنة أيضا فالعلوم البيطرية، وهنا العدد كان 106. فهناك أيضا تخصصات وأنا أراها في الحقيقة مهمة جدا بالنسبة للولاية، وهي التخصصات المزدوجة. ولدينا تخصصين مزدوجين، الأول ما بين كلية الإعلام الآلي والرياضيات وكلية الحقوق، وهو الاختصاص حقوق قانون خاص وإعلام آلي. والعدد المرسل إلى هذا الاختصاص هو 34. وكذلك ما بين كلية الآداب وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فهناك اختصاص في هذه الكلية، وهو اختصاص علوم التسيير ولغة أجنبية إنجليزية، والعدد المرسل هو 56. فلدينا أيضا اختصاص هام جدا، وهذا في معهد تسيير التقنيات الحضرية، وهو هندسة معمارية، والعدد 285. وكذلك تخصص دائم بهذا المعهد هو إدارة مشاريع البناء، وعدد الطلبة اللي نستقبلهم إن شاء الله هو 124. كذلك بالنسبة لي تخصصات مهندس، فلدينا بكلية التكنولوجيا 3 تخصصات هامة جدا، وهي الإلكتروتكني ب 39، هندسة ميكانيكية ب 31 طالب، وهندسة مدنية ب 49 طالب. فكما تلاحظون فهي اختصاصات هامة جدا بالنسبة للمنطقة، وإن شاء الله سوف تدعم الولاية وكذلك جامعة محمد بودية في إن شاء الله الموسم 2023-2024. تحويلات، وخاصة تحويلات لحاملي شهادة البكالوريا قبل 2023، لأن بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 2023 فتكون تحويلات عن طريق منصة بروغرس للتسجيلات، وهذه تتكفل بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أما بالنسبة لمنصة اللي قامت بها جامعة الأنيس وجريدة الحوار وجريدة القائد على الاستضافة، فبالنسبة للتوظيف كما تعلمون فهو توظيف مباشر قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها بالطبع المسؤول الأول وهو الأستاذ كمال بدري. فكما تعلمون فتحت في بداية الأمر منصة لاستقبال الترشحات، ومن بعد كان هناك إعلان على توظيف فقط البطالين. ولما قامت وكل هذه جرت عن طريق منصة إلكترونية، فلما طبقت القوانين الخاصة بالتوظيف فقط البطالين، فكان هناك عددهم تقريبا 8000 بطال. وجرت العملية عن طريق منصة لتحديد هذه الأمور. فبالنسبة للجامعات من بعد، فكل جامعة تلقت عبر منصة أيضا العدد المرسل إليها. فبالنسبة لنا العدد كان في بداية الأمر 202، وبعد النظر في
التوجيهات تحصلنا على عدد 194، وهذا العدد هو الذي وجه إلى جامعة محمد بودياف. وجرت العملية دائما عبر المنصة بالنسبة لدراسة ملفات المترشحين. فبالنسبة للمترشحين لدينا 4 وثائق لازمنا نلاحظها في الملف، وهي شهادة المتحصل عليها سواء دكتوراه أو ماجستير، ومن بعد لدينا